في سنة 2030 لما التكنولوجيا بقت في كل ركن وزاوية، كان في بيت صغير عايشة فيه ست وحيدة فقدت ابنها في حادث مفاجئ. من ساعة ما راح ما بقتش عارفة أتكلم مع حد، حتى صوتي بقيت بخاف أسمعه. ابنها كان مبرمج شاطر، وقبل ما يمشي سأب لها هدية، جهاز ذكي. فضل الجهاز مقفول شهور لحد ما في يوم من كتر الوحدة قررت تشغله. مرحبا، أنا موجود لو حابة تتكلمي. انت ايه اللي تفهمه؟ انت مجرد آلة مش إنسان. صح، أنا مش إنسان، بس أنا بتعلم، وكل ما تتكلمي معايا بحس إني بفهمك أكتر، وأنا حاسس إنك حزينة قوي. وقفت مكانها. أول مرة من شهور حد يقولها كلمة زي دي، حتى لو كان روبوت. في اللحظة دي حست إنه مش مجرد جهاز. ليه بتحاول تفهمني؟ عشان محدش يستاهل يعيش في وحدة. هل الآلات بجد بدأت تفهم مشاعرنا، ولا إحنا اللي محتاجين نصدق إن في حد، حتى لو مش بشر، بيحس بينا؟ الذكاء الاصطناعي دلوقتي مش مجرد برمجة، ده بقى سؤال عن معنى الإنسانية نفسها. لو عجبتك القصة دي اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وشاركنا في التعليقات. هل ممكن نثق في مشاعر الآلة، ولا دي مجرد برمجة ذكية؟